عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الجمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراكبة غريب يا مظلوم كربلاء ما خبر الله يا من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حسنكم. يا ليتنا سيدي يا أبا عبد الله كلنا نتمنى أن نكون معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوانا. قبل البدء نسأل الله يحفظكم جميعا إن شاء الله ويتقبل أعمالكم، وأسأل الله يجعلنا وإياكم في ركب أبي عبد الله الحسين مع جوار الإمام الحسين. وإن شاء الله هذا الوفود وهذا القدوم إلى مولاتي السيدة سكينة نوع من التعبير بأننا يا جوار الإمام الحسين يا أبا عبد الله نحن معك إن شاء الله، وإن بعدت الشقة بيننا وبينك ولكن كلنا ننادي لبيك يا حسين. روحي لك البداية يا أبا عبد الله. نحن بجوار مولاتي سكينة. أنا بدقيقة واحدة أو دقيقتين بس أشرح لك شيء بسيط عن السيدة سكينة وأكون في خدمتكم إن شاء الله. السيدة سكينة بنت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكثير من الناس يسأل هذا السؤال لماذا لم نسمع من قبل بأن للإمام أمير المؤمنين بنت بهذا الاسم. طبعا هذا المقام يعني مو قديم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتم الحمد لله والشكر ان شاء الله كلكم اكثر من عندنا ايمان. وانا في اعتقادي انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه ثانيه بس شوي لي طبعا اقول ربما بعض الاخوات المؤمنات واحده منهم ايمانها يجوز يعادل الاف بل ملايين الرجال. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. لان احنا عندنا التاريخ يعتبرنا هكذا. فاطمه الزهراء سلام الله عليها سيده نساء العالمين. فلنطلب منكم شوية بس تقولنا يعني أعيرونا أسماعكم لبعض الدقائق حتى أكون في خدمتكم أنا إن شاء الله وسماحة أخي سماحة الشيخ حسين الله يحفظه بحق محمد وآل محمد. في الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الإمام أمير المؤمنين وهذه رواية تنقل يقولها العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يعقد رداء كفن الزهراء نادى برفيع صوته يا سكينة. رواية تقول يا زينب يا سكينة يا أم كلثوم يا فضة يا حسن يا حسين هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. هذا الحديث يدل على أن وكلنا نعلم أن الإمام أمير المؤمنين في حياة مولاتنا فاطمة الزهراء لم يكن مقترنا بامرأة أخرى. وصحيح هي قالت له إذا أردت أن تتزوج ولا بد للرجال من النساء فعليك بإمامة أو بإمامة ابنة أخت زينب.
يعني في حياة مولاتي الزهراء سلام الله عليها لم يكن للإمام زوجة أخرى، فكيف ينادي الإمام بهذا الاسم إذا لم تكن له بنت؟ وهذه البنت أكيد ستكون أمها فاطمة الزهراء. كذلك في رواية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ينقلها يقول، وينقلها العلامة الشيخ الصدوق في أمانيه، يقول حدثتنا أختي سكينة بنت علي بن أبي طالب، وينقل الحديث يقول إن الطهور نصف الإيمان أو نصف الإيمان، هذا الحديث. ويوجد رواية ثالثة أنها نقلت عنها أدخل عليها كذلك منقول عن الإمام حسين غلام فغطت رأسها، والحديث فيه يعني تكملة. ورواية تقول أنها صلوات الله وسلامه عليها نقلت حديث أن فاطمة الزهراء حوراء إنسية، والحديث تكمل. إذن أيها الأخوة، هذا القبر هذا المقام الشريف واخبرنا من هذه المنطقة، من أهالي هذه المنطقة قدامى الله يحفظهم جميعا ويرحم الماضين، أن هذا المكان هذه الغرفة التي كانت عبارة عن غرفة كما ترون الآن إن شاء الله بعد ما تشوفون يعني في الصور، غرفة من طين قديمة